هو انت قاعده بتعملي ايه هنا؟ هي مش الرسائل دي المفروض تبقى على مكتب مش زهره دلوقتي؟ وبعدين يا بنتي عاوزين نظبط حوار الاوبن داي اللي انا مش فاهمه هنعمل فيه ايه ده. فدوى، انت مش فاهمه العيال كتبوا ايه؟ كلام حلو قوي غير المره اللي فاتت تماما. طب ما هو لازم طبعا عشان يطلعوا الرحله. هو انت في حاجه؟ مالك؟ مالي في ايه؟ ماليش. فدوى، في ايه؟ قلقانه. عمرو بقى غريب وانا بقيت اغرب. يعني مش عارفه، انا مشاعري مش متظبطه بصراحه معايا خالص. هو المشاعر لما بتتلخبط يعني في حاجه بتحصل، يا المشاعر بتتغير يا المشاعر دي بترجع لاصلها اللي اصلا ما كانتش موجوده. ايه الكلام المتلعبك ده؟ مش فاهمه. قصدي انت لازم تفكري كويس وتاخدي قرارك في موضوع عمرو، بس الحقيقه قلبك دايما، القلب عمره ما بيكذب. هلو، طمنوني. هاي. الولاد كتبوا حاجات حلوه؟ دكتور عامر، انا بجد مش مصدقه، مش معقوله العيال بيعبروا عن نفسهم ازاي. يعني ده مثلا طالب في الابتدائي عنده مشكله مع الارقام، بص كتب، بص عنده مشكله مع الارقام. لما كان ليا صحاب كانوا مسميني تريبل اس، لما جيت الدنيا واتعلمت الكلام فهمت ان الدنيا كلام وحروف. ده اسمه ايه الفيلسوف ده؟ سامر سرور. صراحه يا دكتور يعني احنا حسينا بوجودك في المدرسه، يعني لا عرفنا ان هو مهم. انت لسه شفتي حاجه؟ لا انا بتكلم بجد، يعني انت الطلاب وبتعرف تحل مشاكلهم، ميزانيه وبتعرف توفق ما بين الناشونال والانترناشونال. صراحه ده شغل هايل جدا. انت كويسه يا فدوى؟ انا كنت لسه بقول لها مش عارفه مالها، انا مالي. لا مالك بجد. هو في ايه يا جماعه؟ لا انا كويسه على والله. فكره. انت مالك برضه؟ انا ماليش. انت مالك؟ انت مالك انت بالموضوع اصلا؟ انت ايه مالك؟ هو الموضوع اللي دخلك الموضوع؟ هي مالها مالها مش عارفه. مالك بجد؟ انت في ايه؟ لا حول ولا قوه الا بالله. هتستقبلي؟ صباح عليك. يا رب يجيب العواقب سليمه. ايه يا دكتور عامر؟ ايه فايز. ما تقولهاش. ايه فايز. ما تقولهاش. طب اعمل ايه؟ انا اقول ولا ما اقولش يعني؟ ما انا مش فاهم. قول يا دكتور عامر، انا سامعك، قول. فايز، انا عملت كل اللي اقدر عليه وحاولت، الموضوع بصراحه صعب جدا وكان صادم، عشان كده انا جيت لك دلوقتي انا ومعايا مس ايه؟ اميره. مس اميره لا معانا. انا عارف اميره، معروفه اميره معروفه. عموما انا فاهم يا دكتور عامر، انا هسلم عهدتي واطلع بره المدرسه. على العموم الى اللقاء. تزعلش يا فايز، تزعلش، ربك كبير. احنا جايبين لك جدول الحصص بتاعك علشان تبتدي ان شاء الله شغل تاني. بجد والله؟ يعني انا تمام. تحاليلك زي الفل يا فايز، ما شاء الله. الحمد لله الحمد لله الحمد لله. يا ده انا كنت قلقان قوي. الحمد لله الحمد لله. اتفضل. ايه ده؟ الجدول. جدول ايه؟ جدول التحاليل. تحليل ايه؟ تحاليل الحصص. جدول ايه؟ جدول الحصص. جدول. حضرتك رجعت يا مستر فايز، مش ظاهره مضت على الغاء الجزاء لحضرتك ورجعت حضرتك تاني المدرسه، واول حصه عند حضرتك ابتدائي. اشكر بقى دكتور عامر لان هو كان السبب. اشكره ايه؟ ده انا هجري عليه وابوس. خلاص بقى يا فايز بقى، هو كل شويه بص، خلاص بقى. مستر نوم. هاي. مستر نو، ايه الاسم الجميل ده؟ معقوله مدرس فتنس بيشرب سجاير؟ ايه المشكله يا جت عليا؟ ده كابتن ميدو ما كانش بينزل الماتش الا لما يبقى حارق له حجرين سلوم. لا طبعا، ايه الفتي ده؟ فتحي انت عرفك؟ انت عارفه حاجه؟ انت فاهمه حاجه؟ يا ترى يحصل ايه تاني في المدرسه الملعونه دي؟ احنا خلاص بقينا كل يوم نصحى على مصيبه. سيبك بقى من الكلام ده. مستر نو، انت معقوله بتشوفني كده ومش بتسلم عليا؟ عشان انا اخر مره سلمت عليكي طلعتي مش سامعاني اصلا. ده انت زعلان بقى؟ لا ولا زعلان ولا حاجه، ما تكبريش الموضوع عادي. طب هعزمك على ايرل جراي. مخدرات؟ يعني انت مش عايزاني اشرب سجاير وعايزه تشربيني مخدرات؟ وهنا كده في المدرسه عادي ما فيش ممكن نتدارى بتقول ايه يا مجنون؟ مخدرات ايه؟ امال ايه البانجو جراي ده؟ مش
مش معقول. حاجه جديده اسمها بانجو بريس. شاي. مستر نو، نعم. انا عايزه اقول لك حاجه. اتفضلي. انت لو لسه زعلان مني ان المره اللي فاتت ما ردتش السلام، انا بجد كنت بسمع مزيكا. حقك عليا. ماشي يا صديقي؟ صديقي؟ طبعا اشرب اطلعي بالبانجو، هاتي البانجو، انا هشرب بانجو وافضحك هكرسك في المدرسه. بس بقى. فورتي، برافو يا فيروز، سقفوا لها. هنغير العملية بقى يا ولاد، بدل القسمة تبقى زائد بلس يعني، ونقول 70 بلس 30 تبقى كام؟ عايز ايدين مرفوعة، ايدين مرفوعة. اللي هيجاوبنا على السؤال ده العالم العلامة سامر. قوم يا حبيب قلبي، قوم وانت مبتسم. يلا جاوبني على السؤال دوت. تبقى كام؟ 60. ايه؟ 60. 60 خيبة عليك. بس يلا انت وهو بتضحكوا على ايه؟ طبعا ما انت سرحان طول الوقت. تتعلم ازاي ولا تحفظ ازاي؟ على فكرة أنا مركز، بس أنت اللي مش عارف تفهمني. طبعا ما انت عالم علامة. بره على المكان المحبب لقلبك. يلا بره، مع السلامة. بس يلا انت وهو بره بالخطوة السريعة. يلا حبيب قلبي، مع السلامة يا سامر. بس يا اولاد عايزكم تركزوا معايا عشان العملية والسؤال الجداد دول خطار قوي. 70 بلس 30 تبقى كام؟ بجد قول. واقف كده ليه؟ مستر فايز طردني طردك ليه؟ عشان قلت له مش فاهم. تعال. برافو يا ولاد، برافو، شكرا. اسمك ايه؟ سامر. احكي لي ايه اللي حصل يا سامر. المستر كان بيسألني سؤال وأنا جاوبت غلط، فبعديها قلت له إن أنا مركز بس حضرتك مش عارف تفهمني. بس كده؟ راح طردك. اوعى كنا عملت حاجه تانية. لا والله ما عملتش حاجة تانية. ولا صدقني. تعالى. ما تخافش. انا تعبي ما راحش هقدر والله. الدرس ايه ده؟ دكتور عامر قيام. صباح الخير، جلوس يا ولاد، اتفضلوا. جلوس. خير يا دكتور، في ايه؟ كنت عايزك بس في كلمتين كده. حاضر. عيدوا حل المسألة تاني يا ولاد قبل ما اتكلم مع دكتور عامر. يلا ابتدوا. خير يا دكتور، في ايه؟ خير ان شاء الله. انا بس عشان الولد سامر انت طرده بره وكده وانا مش فاهم يعني. يا دكتور عامر ده ولد بليد جدا، وعلى فكره بينسى الارقام وما بيعرفش يقراها. والله لعلمك انا تعبت منه وزهقت. ده لسه كنت هشيلك عشان تكشف عليه. ده على اساس ان انا دكتور. حبيبي ادخل يا حبيبي ادخل. ده سامر. حد يسيب مستر فرفوش كده نعنوش كده؟ والله العظيم ألذ مستر في المدرسه. ايه ده يا دكتور عامر؟ دكتور عامر ازاي تعمل كده؟ في ايه بس؟ ايه اللي حصل؟ انا لسه طارده دلوقتي قدام العيال. تيجي انت قدام العيال تدخله وتقعده برستيج يا دكتور. يا مستر فايز، الولد لما يقعد هنا هيستفيد ويتعلم من شرحك الجليل، انما لو اتطرد بره قدام زمايله كده نفسيته هتتعب، هتبقى واوا ماما. حلوه. يلا يا ولاد اسيبكم على المستر القمر ده، والله العظيم قمر ولذاذه وفرفوشه.